السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. موتوسيكل ارك زد 200 سي سي من شركه كيوي. طبعا ده قلب السوق الفتره اللي فاتت، خصوصا ان هو شبيه لتي ان تي 150 من شركه بنيلي. فعشان كده ناس كتير جدا دماغها لفت. الموتوسيكل ده هيبقى البديل بتاعه، يعني اللي معاه موتور تي ان تي مش هيلاقي له قطع غيار بعد كده، ده البديل ولا الاثنين هينزلوا ولا ايه اللي هيحصل؟ وده مواصفاته ايه؟ احسن ولا الثاني احسن؟ طب ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. تعالى النهارده افهمك الليله كلها، ولكن قبل ما اجاوبك على السؤال بتاع التي ان تي تعالى نشوف مواصفات ده ايه الاول. خصوصا ان هو نفس الديزاين ونفس التصميم ونفس ده، كمان نفس الشركه المصنعه بس براند تاني. يعني ايه؟ يعني بنيلي وكيوي شركه واحده، ولكن ده براند وده براند تاني خالص. تعالى بقى اما اعرفك مواصفات الموتوسيكل اللي قدامك ده ايه، بس صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ورجعنا تاني مع ارك زد 200 سي سي من شركه كيوي. وللي اول مره يتابعنا او مش متابعنا قبل كده، شركه كيوي براند ايطالي وصناعه حاليا في الصين. الموتوسيكل اللي قدام حضرتك ده بيحتوي على محرك 200 سي سي، قوه وعزم كويس جدا. يعني لو انت هتشتغل بيه شغل يومي او مسافات طويله هيبقى معاك ممتاز. عشان كده كمان نازل لك بحدافتين، حدافه رئيسيه او الحدافه الاساسيه اللي عليها البستم اللي عليها دوره تشغيل المحرك، وحدافه ثانيه اسمها البالانس ستيب او حدافه الاتزان، والتي تعمل على تقليل الذبذبه والاهتزازات مع السرعات العاليه. وكمان نازل باوبشن زياده في موضوع التبريد، يعني الطبيعي اللي هو تبريد الهواء في المحركات الصغيره، اللي هو الهواء المصطدم بالمحرك ده اللي عامل على تبريد غرفه الحريق والموتور كله. ولكن هو ادالك كمان تبريد زيت، سربنتينة زيت بياخد الزيت من المحرك يقلل الحراره بتاعته، يرجع اللزوجه شويه وبعد كده يرجعه للمحرك تاني. فده بتعمل برضو على اطاله العمر الافتراضي للمحرك بنسبه من 20 ل 30%، فده برضو حاجه كويسه جدا. تمام. عندي المحرك اللي قدام حضرتك ده 6 غيار، واحد تحت والباقي فوق. والغيار السادس ده من مميزاته او الميزه اللي عندي له ان هو بيظبط لك الموتور وينعم صوته على السرعات العاليه، لان بيريح الغيارات وبيريح السرعات. نازل حقن وقود كربراتير، وكربراتير عادي مش اللي هو الرداخ، يعني سهوله استخدام وسهوله صيانه وتوافر قطع غيار واي حد يشتغل فيه. نازل كتينه مش السياخ عشان الناس بتسال الحته دي كويس. طيب مواصفات الزيت 10 W40، ده اللزوجه بتاعت الزيت اللي هستخدمه. كميه الزيت لتر و200 مللي، طبعا مش نازل بفلتر فعشان كده باستمرار لتر و200 مللي زيت. تمام كده. ده تقريبا اغلب مواصفات الموتور، ونازل مارش بس مفيش فيه منافله، نفس التي ان تي ال 150 ما كانش فيه منافله برضه. ده كده مواصفات المحرك. الشاسيه نفس التي ان تي 150 انجكشن وكربراتير، اللي هو المزدوج، هتلاقيه محضن على الموتور من فوق ونفس القاعده من تحت، المختلف فيه قاعده الموتور الاماميه فقط. تمام. فمواصفات الشاسيه ممتازه. طبعا 2 مساعد مقلوب امامي، وده هيدي لك ثبات، هيدي لك اتزان مع السرعات وانت ماشي، فوزن جميل جدا على وش المكنه، فالصراحه كويس. الخلفي مساعد واحد، يبقى الديزاين والتصميم الخارجي نفس التي ان تي بالظبط. حتى لو خدت بالك هتلاقي التانك بتاعه 13 لتر بنزين، واللي انت شايفه قدامك ده مش التانك، لا ده قميص التانك، نفس التي ان تي بالظبط. يعني ايه قميص التانك؟ هتلاقي ده قميص فبر مع الجناب، لو رفعت القميص ده هتلاقي تحته جسم التانك نفسه اللي هو الصاج. تمام. طبعا مديلك قوه محرك كويسه جدا، يعني مديلك مثلا هورس باور 16 حصان، العزم الاقصى ليه 14 نيوتن. تمام. عندك كمان الفرامل الامامي وخلفي سي بي اس، طبعا ده برضو اوبشن كويس. يعني انا من وجهه نظر انا ان هو عادي، ولكن برضه في ناس بتقول لك لا السي بي اس لان انا لسه اول مره اسوق او مش متعود على الفرامل او الكلام ده، فكويس جدا ان شاء الله. عندك اضاءه كامله LED امامي وخلفي، الكهرباء السمبل البسيطه، وكمان منزل لك دراع للشفاط او للشفاط بتاع الكربراتير عشان ما تنزلش تحت بايدك، لا انت هترفع وتعمل من شفاط. طبعا يمين وشمال الكهرباء السمبل البسيطه خالص، عداد ديجيتال كامل موضح فيه كل امكانيات الموتوسيكل، سواء اشارات فلاشرات، نور عالي واطي، السرعه، الار بي ام، مستوى البنزين في التانك، كل ده موضح فين؟ في العداد.
نازل فرامل باك امامي وخلفي طبعا سي بي اس، الشكمان اللي هو الهادي التربو بتاعه، الشلته مستويين تمام. نازل جنطه امامي وخلفي 17، الامامي 17 في 110، الخلفي 17 في 130، وطبعا ممكن يعرض كويس ولا شويه، يعني مثلا 130 خلفي ممكن تخليه 140، في ناس بتخليه 150، ولكن انا لا ارجح ابدا تعديل الكاوتش تمام. وطبعا انا قلت السبب قبل كده، وممكن اقول السبب ده 100 مره، لان للاسف في ناس كتير جدا بتغلط في تعديل الكاوتشات والجنوط. نازل كمان باوبشن كويس اللي هو ايه، الحماله بتاعه النص والدبوس. في بعض المكن كان بينزل دبوس بس من غير حماله النص. طبعا ده كده تقريبا كل المواصفات اللي انت عايزها. نازل برضو معاه حته حلوه قوي قوي قوي، الا وهي الباكج اللي هتاخده مع الموتوسيكل لما تشتريه. يعني الشركه عامله ايه، شويه هدايا كده، اللي هي مثلا تيل فرامل امامي وخلفي، فلتر هواء، سلك دبرياج، سلك بنزين، شنطه عده تمام. طبعا الكلام ده كويس، ولكن اعتقد ان الكلام ده مش مجزي لسبب، لان اصلا الحاجات دي متوفره في السوق. يعني المكنه دي في السوق من سنين، الديزاين ده من سنين موجود فين في السوق، اللي هو التي ان تي 150 كاربراتير والانجكشن. هو المشكله فين او الاختلاف ما بينهم فين؟ في المحرك فقط. يعني الفرق بين ده وده المحرك بس، اكتر من كده مفيش. طيب السؤال بقى الاهم، يعني احنا دلوقتي قلنا لك مواصفات الموتور، مواصفات الموتوسيكل. طبعا السؤال الثاني اللي في دماغك، ايه رايك في امكانيات الموتور على الطريق او الموتوسيكل على الطريق؟ انا والله ما ركبته، ما جربتوش لسه. ان شاء الله اول ما باذن الله نستلم موتوسيكل نجربه، نصينه، نشوف كفاءته على الطريق، نشوف صوت الموتور قبل وبعد التشغيل هيتغير ولا لا، انا هوصف لك الموضوع ده بالتفصيل. لكن دلوقتي انا شفت الخامه نفسها، انا دلوقتي بوصف لك ايه، مواصفات كتالوج وخامه قدامي، حاجه انا فعلا معجب بيها تمام. نازل طبعا هو سعره في اوائل الستينات، تقريبا 60 61 حاجه زي كده، فسعره كويس جدا بالنسبه لمواصفاته وامكانياته. طيب السؤال بقى الاهم، هل الموتور ده هيقضي على التي ان تي؟ يعني ارك زد 200 سي سي ده اللي هيعتمد واللي هيعتمدوا توكيل حوا لشركه كيوي، وينسى نزول تي ان تي 150 من شركه بنيلي، ولا هيبقى الاثنين موجودين؟ شوف يا سيدي الفاضل، مفيش موتوسيكل هيقضي على موتوسيكل تاني ابدا، وهيبقى في توازن في السوق ما بين ارك زد من شركه كيوي وبنيلي تي ان تي 150 سواء انجكشن وكربراتير. هيبقى في توازن والاثنين هينزلوا ده وده، وانت ليك حريه الاختيار سواء ده او ده تمام. وطبعا اللي هيثبت كفاءته في السوق هو اللي هيستمر عليه العميل، لكن الاثنين هينزلوا، والاثنين هينزلوا من نفس شركاتهم وبنفس التصميمات. ممكن يتم تعديل بعض يعني ايه المواصفات الزياده تمام. يعني ده مثلا نازل لك بوصله شاحن بتاع يو اس بي، برضو الامبير بتاعها عالي والشاحن سريع و100 هيبداوا بقى يحدثوا او يعلوا على بعض، بحيث ان يكون كل واحد ليه المستهلك بتاعه، العميل بتاعه، اللي يقول لك لا انا بفضل كيوي ارك زد 200، التاني يقول له لا انا والله بفضل التي ان تي عشان فيها كذا. فكل ده برضه منفعه لمين؟ للعميل اللي فاهم، اللي عايز يركب. ليه؟ لان انا معلش انا عايز ادفع فلوس مقابل خدمات ومقابل خدمه ما بعد البيع ومقابل امكانيات ومواصفات. فلما تلاقي الشركات بتعلي على بعض انا الوحيد المستفيد تمام. ده كده فيديو النهارده على السريع، لو عجبك انزل تحت صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وشارك الفيديو، وما تنساش بس تتابع الصفحه عشان الفيديوهات اللي جايه، وقول رايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.